عسلامة ومرحبا بكم. وصفتنا اليوم بإذن الله مرقة بروكلو على طريقتي أنا، وباش نعمل معاها خبز عربي متاع الدار. إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم، وما تنسوش تشتركوا في القناة، ونخليكم تاو مع الوصفة. نبداو مع بعضنا. عنا رطل لحم بقري، راس بروكلو، زوز فلفل أخضر، كعبة بطاطا قسيتها على 4 وحطيتها في الماء باش ما تكحالش، زوز سنون ثوم، بصلة قسيتها جيد، طماطم معجونة وشوية زيت. هنا عندي لفحات، شوية تابل، شوية فلفل زينة وشوية كركم. باهي نبداو. أول حاجة نعملوها نفوحوا اللحم تاعنا قبل ما نحطوا الزيت باش يتشرب اللحم اللفحات هذيك، والبصل والثوم خلطوا اللحم مليح، خاطر كيف نحطوا الزيت الزيت يعمل كيما العازل على التوابل، ما يخليش اللحم يتشربها. وتوا نحطوا الزيت بتاعنا، نخدموا الغاز ونقعدوا نقليو اللحم على نار متوسطه. ما نحطوش طماطم الاول على خاطر شي الطماطم كيما نقولوا احنا تقصح اللحم، ما تخليهش يطيب فيسع. دونك انا نقليه اللحم الاول وحده. ونحطوا الفلفل، ما نسيت انا ما حطيتوش، ما نحطش الملح نخليه في نص الطياب. كيف الملح كيما الطماطم يقصح اللحم، نخليه يقعد برشا باش يطيب. نقليو كاللحم هيك حتى البصل نشوفوه ذبل شويه، ونحركوا على الجوانب الكل. نزيدوا 3 مغارف طماطم معجونه، نقلبها شويه مع اللحم، نغمروه بالماء، ماء سخون. هنا نخليو اللحم تاعنا يطيب ونبداو نعملوا الخبز تاعنا. نبداو مغرفه فرينه وكيفهم قدهم سميد، واحدة 2 نزيد 2 مغارف حليب بودر. اللي ما عندوش حليب بودر ينجم يستعمل كاس حليب دافي في بلاصه البودر. شويه ملح، مغرفه كبيره خميره، مغرفه كبيره سكر، شويه زيت، نزيدوا الماء بالتدريج. وماذا بينا الماء ما يكونش سخون برشا، خاطر كي يبدا سخون برشا الخميره ما تتفاعلش كيما نقولوا احنا تتحرق لنا. نعجنوها مليح مليح، نقعدوا نعجنوا حتى لين تتكون عنا عجينه متماسكه.
ونرجعوها للصحفة ونغطيوها ونخليها تخمر حتى لين تولي دوبل في الحجم متاعها، ونرجع لكم بعد. وفي الوقت اللي الخبز متاعنا خمر اللحم طاب، وتوا باش نحط زوز قرون فلفل نشقهم ونحط عليهم شويه ملح، وباش نزيدو البطاطا. يس. ونغطيو عليهم 5 دقائق لين البطاطا تطرى شويه تتقرص، ونزيدو البروكلي متاعنا من بعد. هنا الخبز خمر كما تشوفوا فيه دوب الحجم تاعو، وكي نحطوا صبعنا يغطس لداخل، ما تحسوها خفيفه العجينه هكاك تعرفوا اللي هو خمر. باش نشكلوه لزوز خبزات. باش نزيدوا على الخبز نتاعنا الزريرة اللي هي الفحات نتاع الخبز، متكونة من بسباس، كمون، سينوج اللي هي الحبة السوداء، والججلان اللي هو السمسم. نحاولوا ندخلوها في الخبز هكاكا ونروليو ونشكلوا الخبز نتاعنا مدورة مزيانة ونحطوها في طبق. كما شفتوا عملنا الخبزة الثانية بنفس الطريقة وحطيناهم في الطبق، ونحاولوا تويكا نحلوهم بالقلقال هذاك، نعملوهم جيدين خاطر باش يزيدوا يخمروا وزيد باش يعلاو مرة أخرى في الفور، فنعملوهم نحاولوا نعملوهم جيدين. هنا نغطيوهم ونخليهم يعاودوا يخمروا مرة أخرى مدة 15 دقيقة. هنا مرقتنا طابت، البطاطا طرات، واخر حاجه باش نعملوها باش نزيدوا البروكلي متاعنا من غير لا قليين ولا حتى شيء. انا نحب مطعم هكاكا يبدا في المرقه وصحي اكثر. الخبز قاعد يخمر بجنبه، بالطبيعه نردوا بالنا من المنديله والكاغط نحطه بجنبه باش يسخن يخمر مليح. نزيدوا لهنا البروكلي هنا. الخبز خمر ندخلوه للفور حرارة متوسطة. هنا كما تراو المرقة طابت، البروكلي ما نخليهش يطيب برشا، جست هو مازال شدد روحه ونسكر عليه وكهو نعبيوها تو في الصحاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وجربوها من غير ما تقليوا البروكلي. هنا نسيت ما صورت لكمش الخبز كي طلعته من الفور، الصغار جاعوا قصيته بزربة ونسيت ما صورتوش. المهم جاني ناضج شوية،
نسيته شويه في الفور، مي بنين وفاوح بالزريرة. جربوها الريسيت تاع الخبز زاده بنينه على الاخر. اما ما تخليوش برشا في الفور كيفي انا. هذه مرقتنا وخبزنا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه اخرى. بسلامه.